أن النبي صلى الله عليه وآله جالس عند أحد جبال مكة، يهبط عليه جبرائيل يقول له: يا رسول الله، اعتزل أهلك 40 يوما. انتبه لي. النبي صلى الله عليه وآله امتثل لأمر الله، بعث إلى خديجة أم المؤمنين عليها السلام أنه: لا تقلقي، أنا في بيت عمي أبو طالب، في بيت فاطمة بنت أسد 40 يوم، أنا ما راح أجي. بقى النبي صلى الله عليه وآله على عبادته، على رياضته الروحية نفسانية. انتهى 40، نزل جبرائيل بصحن، في الصحن عذق من تمر وعنب. قال له: إن العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول: كل هذا من الجنة. أكله النبي صلى الله عليه وآله. قال له جبرائيل: ارجع يا رسول الله إلى دارك، إلى أهلك. ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الدار. يروى عن السيدة خديجة عليها السلام تقول: ما إن نعم بات عندي رسول الله تلك الليلة حتى شعرت في صبيحتها بثقل حمل فاطمة. شوف